جوزي ده بجد هيجنني. قلت له بقى تعالى بسرعة علشان الولد تعبان، كان ابني تعبان جدا ومش عارفة اعمل ايه. ففعلا لقيته جه بسرعة، فخده بقى وداه للدكتور، ولقيته بقى وهو جاي وجايب معاه الدواء، جايب معاه ايس كريم. فقلت له ازاي جايب ايس كريم في الشتاء والجو البرد ده، والولد كمان تعبان ولسه جاي من عند الدكتور؟ فقال لي بقى مش مهم، هو الولد كان نفسه فيه وانا مرضتش اقول له لا. وقال لي حاجة غريبة جدا، قال لي ده كيمو كونو، يعني مش اي حاجة وخلاص. حسيت بقى ان النوع ده عادي جدا ناكله في اي وقت واحنا كمان تعبانين، ده كمان اقنعني، مع انه اصلا شركة نسلة ونسلة دي مقاطعة. فالمهم بقى انا قلت له الولد مستحيل ياكله علشان هو لسه جاي من على الدكتور وتعبان. فقال لي لا انا هديهوله وما تخافيش ان شاء الله مش هيجراله اي حاجة. انا مكنتش عارفة هيجراله ايه اكتر من هو لسه جاي من عند الدكتور. المهم بقى ان هو جاي يدي الايس كريم للولد، راح ابني بقى قال له ايه ده ايس كريم ازاي واحنا في الشتاء؟ وفي الاخر برضو كلوا الايس كريم.